بحضرة المدير البنت دي تترفض فورا. بس انا مش هقدر اعمل كده، البنت ما فيش حاجه تثبت انها عملت حاجه غلط. دي مش مشكلتي يا حضره المدير، البنت تترفض يعني تترفض. وعايزه اشوف دلوقتي الملف وهو بيطلع من قلب المدرسه. يلا يا حبيبتي تعالي، البادي جاردز واقفين بره بالعربيه. حاضر يا بابا. بجد ده اخرة لما الفلوس تقع في ايد حد غلط. لو سمحتي، ما شفتيش سارة؟ ايوه هي كانت هنا واتخانقت هي وبنت، فطلعوا بره راحت مكتب المدير. طيب ما تعرفيش ايه اللي حصل؟ ايوه عارفه، هي اتخانقت مع بنت بعدين قامت رايحه مكتب المدير. ردي بقى يا سارة، ردي. هحاول اتصل عليها تاني بس بعدين. اعتقد دلوقتي مع باباها. ايه يا بنتي كل ده عشان تردي عليا؟ انا سألت البنات انت روحتي فين، قالوا انك روحتي مكتب المدير وبعد كده ما شفتكيش. ايوه بجد كان في بنت باردة جدا وقعدت تتخانق معايا، بس ما تقلقيش هتترفض. اترفض ازاي يعني؟ هيطلعوا الملف بتاعها من المدرسة؟ ايوه انا جبت لها بابا وقام قايل انها لازم تترفض النهارده. طيب ليه عملتي كده؟ هي عملت لك ايه؟ استفزتني وقعدت في المقعد بتاعك. بس انا كنت اتاخرت شويه، كنت هاجي اقومها عادي. صراحه حبيبتي انا رايحه الشركه لان في مشكله كبيره حصلت هناك. ممكن اطول جدا هناك، ممكن اجي بالليل وممكن اجي بكره الصبح، فانتي خلي بالك من نفسك. لو صاحبتك هتبات معاكي فعادي. اوكي يا بابا ماشي. ايه رايك بقى نعمل حفله مبيت حلوه او بما ان باباكي مش هيبقى هنا؟ ما عنديش اي مشكله، بس نروح الاول نجيب كاندي من السوبر ماركت. اوكي ماشي، يلا بينا. يلا هلبس الاول وبعدين هاجي. بصي هاتي اي حاجه انت عايزاها، انا اللي هدفع. اوكي ماشي، بس مش هنجيب حاجات كتير برضو. بقولك هاتي الشيبسي ده. خلاص يا ساره كفايه كده، انت جبتي حاجات كتير قوي. علشان نعرف نسهر براحتنا. بقولك بس هاتي انا هدفع. الحساب لو سمحتي. حساب $1600 يا حبيبتي. خلاص اتفضلي كريدت كارد. انت بجد صرفتي فلوس كتير قوي النهارده. عادي عادي، تعالي نعمل شوبينج نجيب هدوم للمبيت يعني كده. ليه وانت ما عندكيش في البيت؟ عندي بس بحب اغير كتير، فيلا بينا بس. طيب. واو الطقم ده حلو جدا. بس شفتي غالي قد ايه؟ عادي انا مش فارق معايا السعر، المهم اكون مبسوطة. هجيب بقى كمان واحد. ايه رأيك في الفيلم ده؟ حلو قوي بجد، اختيارك حلو. شكرا. ثانية واحدة هرد على بابا. ايوه بابا في ايه؟ بس انا عايزك تهدي كده وتسمعيني بالراحه. الشركه فلست وما عادش معايا فلوس خالص، ودلوقتي عليا ديون كتير قوي، مش عارف حتى هسدها ازاي. انت بتقول ايه يا بابا؟ انا مش فاهمة اي حاجة. ازاي؟ اقفلي دلوقتي يا ساره، اول ما اشوف حل هرن عليكي. حاضر بس ارجوك بسرعة. ايه اللي حصل؟ مالك؟ شركة بابا فلست وما عادش معانا اي فلوس. بتهزري ازاي؟ ده حصل ازاي؟ مش عارفة، انا فجأة لقيته بيرن عليا وبيقول لي الشركة فلست وعنده ديون كتيرة جدا. طيب اكيد هنلاقي حل. اهدي يا ساره، ان شاء الله هنلاقي حل، ما تخافيش. ان شاء الله. اهدي يا ساره يا حبيبتي، انت بتلفي بقالك اكتر من ساعه. الدنيا ليلت وبابا لسه ما جاش، مش عارفة اعمل ايه دلوقتي، وبرن عليه كمان تليفونه مغلق. اكيد مش هيكون عمل حاجه يعني، اصبري يمكن في مشكله كبيره قوي بيحاول يحلها. انا متوترة قوي. ايه ده؟ استني الباب يخبط، هروح اشوف مين حضرتك؟ انا ساعد بريد وجايب لك بصراحه يعني خبر كده مش حلو. هو انت بنت استاذ هشام؟ ساره بنته يعني، الانسه ساره. ايوه انا. في ايه؟ طيب دلوقتي انا بعتوني عشان اديكي البريد ده، واتمنى يعني انك ما تتعصبيش عليا لان انا ماليش دعوه. طيب وريني. اتفضلي. يا ترى بابا بعت ايه ده؟ افتحيها بس كده اما نشوف، يمكن رساله. ما هو كان يقدر يبعتلي على التليفون. طيب بس افتحيها، ما تخافيش ان شاء الله خير. الحق يا روان، بابا هرب، بابا هرب. هرب ازاي؟ مش عارفة، الجواب مكتوب فيه كده. مكتوب انا اسف يا سارة، مش هقدر اسدد الديون اللي عليا، كنت مضطرة اسيبك وامشي، اعمل ايه دلوقتي؟ اكيد في حاجه غلط، ازاي باباك يبعت حاجه زي كده؟ لو هو فعلا بيتكلم صح يبقى كل فلوسه اتسحبت من البنك، انا لازم اروح دلوقتي. لا استني، ما ينفعش تروحي لوحدك، هاجي معاكي. ماشي بسرعة. لو سمحتي عايزة اتأكد من اسم حساب بنكي باسم هشام سليم. للاسف يا انسه، الحساب ده تم اغلاقه النهارده الصبح بتوقيت الساعه 8. لا مستحيل، ازاي يعني؟ دي البيانات اللي موجوده عندي دلوقتي يا حبيبتي.
ما اقدرش اساعدك اكتر من كده والله. انا مش مصدقه نفسي يا روان، بابا باعني. ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا ساره، انا هفضل معاكي. تعالي يلا معايا البيت. انا مش عايزه اتقل عليكي يا روان. قلتلك ما تقوليش كده يا بنتي، احنا صحاب، انت ناسيه ولا ايه؟ تعالي يلا. بيتك بسيط وحلو قوي يا روان. شكرا يا حبيبتي. يلا هديكي حاجه تغيري هدومك، زمانك تعبتي قوي. اتفضلي، اعتبري نفسك في بيتك يا ساره. شكرا بجد يا روان، انا اسفه ممكن اكون تقلت عليكوا شويه. لا طبعا ما تقوليش كده، تقلتي عليا مين؟ قلتلك للمره الالف يا بنتي احنا اعز صديقات. يلا خدي. شكرا. انا عايزاكي تعرفي ان انا هفضل معاكي دايما يا ساره، مهما حصل معاكي هفضل جنبك. وبعدين احنا اخوات قبل ما نكون اصحاب. ما تقوليش كده يا بنتي، قلتلك احنا صحاب. دي كانت قصة بنت مدير الأعمال اللي باباها اتخلى عنها علشان الفلوس. اتعلمنا من القصة دي إن ممكن يكون عندك صديق يغنيك عن الدنيا كلها، يعاملك كصديق وكأخ، ويكون سند ليك مهما حصل معاك. لو عجبتكم القصة دي متنسوش اللايك والشير. والسبسكرايب. بنحبكم جدا. باي.